عليكم مشاهدينا الأعزاء، هذه عناوين نشرة المسائية. عودة حركة المرور بالمحاور الطرقية الاستراتيجية بإقليم بولمان. كثافة الثلوج أدت إلى قطع عدد من المسالك الطرقية، وفرق التدخل تعيد فتحها في وجه حركة السير. وضمن المسائية سنتوقف عند أسباب انكماش القدرة الشرائية عند الأسر المغربية. حجم الطلب الداخلي خلال السنة التي ودعناها تراجع بنسبة 4%. وجديد أرقام فيروس كورونا في الساعات 24 الماضية تسجل 1105 حالات مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات اليوم 33 حالة وفاة. بنايات الملاح القديم ومقبرة اليهود بمدينة سلا شاهدة على التواجد اليهودي بالمغرب. ضمن المسائية سنكتشف أن مدينة سلا جسدت صور التعايش بين المسلمين واليهود. تتواصل التساقطات الثلجية مصحوبة ببرد قارس بعدد من المناطق، مما أدى إلى قطع العديد من الطرق والمسالك منذ يوم أمس بجبال الريف وبالأطلسين الكبير والمتوسط. النموذج نسوقه اليوم من إقليم بولمان، حيث عادت حركة المرور بجل المحاور الطرقية المصنفة، والتي تعطلت بها حركة السير بشكل مؤقت في اليومين الماضيين. الروبورتاج من بولمان لإدريس الكوهن، والتحرير لحمزة أيت مسعود. في مدة زمنية وصفت بالقياسية، عادت حركة التنقل لوضعها العادي بمختلف المحاور الطرقية لإقليم بولمان بعد تساقطات ثلجية كثيفة شهدها الإقليم منذ مساء يوم الجمعة. انطلقت هذا الصباح هذا من فاس، مدينه فاس. ماجي الطريق الحمد لله مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل. الطريق الحمد لله مزيانه، البارح تسدات وين حلوها اللهم لك الحمد لله. الكاميوات على الجهه البلوزات سرحوا الطريق مزيانه، كلشي الحمد لله. كاين الثلج كيطيح الثلج وما كنلقاو حتى صعوبه. اصحاب الجهاز خدامين الله يكثر خيرهم، وكنراقبوا الرواد ديالنا والسوير كلاص ديالنا، والطريق مزيانه. عودة الحياة لهذه الطرقات جاء بفضل الجهود المكثفة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالإقليم، التي عبأت مختلف إمكانياتها لأجل تأمين التنقل في وقت وجيز. وعرفت بعض الطرق أو بعض المحاور الطرقية كالطريق الجهوية رقم 707 والطريق الجهوية 503 انقطاعات متفرقة، ولكن بفضل التدخل ديال المديرية تم فتح جميع المحاور في وجه مستعمليها. اليقظة والتدخل الاستباقي هي سبل المصالح المختصة لأجل ضمان حركة النقل وعدم قطع الطرقات خلال موسم التساقطات الثلجية. وتقلبات أحوال الطقس التي شهدتها عدد من المناطق الساحلية لم تؤثر بشكل كبير على مردودية صيد الأسماك بميناء المهدية بالقنيطرة. مثلا استمر البحارة والمهنيون في مجال الصيد التقليدي في تزويد الأسواق بمنتجات هامة مختلف أنواع الأسماك وبأسعار مناسبة للمستهلكين. نتابع الروبورتاج من المهدية لعبد الحميد المرابط ومصطفى السعدوني. ميناء الصيد التقليدي بالمهدية بإقليم القنيطرة المطل على واجهة المحيط الأطلسي لم يفقد حركيته المعهودة رغم تقلبات أحوال الطقس التي شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين، إذ عادت قوارب الصيد التقليدي بغلة وافرة من خيرات البحر. وفرة المعروض هنا بسوق السمك بالمهدية أثر إيجابا على أسعار السمك. الموفيطة ما كتشدش ديما، يعني كاين بعض الخطرات كتشد يومين 3 أيام كتطلق. المهم دابا مع هذا البرد والشتاء، المهم البارح الحال زوين واليوم الحال زوين، كاين الاسماك داخله، الاسماك جديده. الثمن مزيان، هذا الشيء اللي كاين الثمن مزيان وكاين الجوده، الحوت باقي طري. استقرار أسعار الأسماك بمختلف أنواعها يفسره أيضا مجاورة سوق السمك لميناء الصيد، سوق يشهد إقبالا هاما للمستهلكين من مختلف المناطق المجاورة لجماعة المهدية الشاطئية ذات الموقع الجغرافي المتميز. بسبب أننا قرب البحر تكون عندنا أثمنة مناسبة وجيدة للجميع. بحال ميرنا مثلا عندنا اليوم مثلا 50 درهم، وكانت عندنا الموفيطة يعني مناطق أخرى يعني تقدر تدير ب 70 درهم، السرديل عندنا مثلا ب 10 درهم، في مناطق أخرى تلقى مثلا 15 درهم 20 درهم، يعني أثمنة مناسبة. مثلا كروفيط عندنا مثلا 90 درهم، مناطق أخرى تقدر تلقى عنده 120 درهم 100 درهم، وداك الشيء أثمنة جيدة ومناسبة للجميع. الثمن شوية غالي، ولكن الانسان كل شيء ماشي الانسان كل شيء.
وبالنسبه للكاليتي بصراحه كاليتي الناس هادو مزيانه. الأسعار المناسبة وطراوة وجودة مختلف أنواع الأسماك المعروضة خصائص تميز سوق المهدية للسمك الذي يستمر في تزويد زبائنه بما يصله من خيرات البحر رغم الظروف الصعبة التي يشتغل فيها البحارة بسبب برودة أحوال الطقس واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا. نبقى مع نفقات الاستهلاك، فالقدرة الشرائية والادخار يسجل انكماشا ملحوظا ببلادنا، حيث عرف حجم الطلب الداخلي خلال السنة التي ودعناها سجل تراجعا بنسبة 4%، وذلك حسب التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، وهو واقع تؤكده حركة الأسواق وردود فعل التجار وكذا المواطنين. الربورتاج لمحمد القنت ويونس لطفي. أرخت جائحة كورونا بظلالها على القدرة الشرائية والادخار لدى المغاربة، وذلك نتيجة العديد من الأسباب وفي طليعتها الشلل الذي أصاب مجموعة من القطاعات الاقتصادية وأثر سلبا على مستوى إقبال المواطن على التبضع بالأسواق حسب رأي التجار والزبناء على حد سواء. حركة طاحت بزاف ما كاين، وتا المواطن ما عندوش قدرة شرائية باش يشري. البيع والشراء ما بقاش، قضية نقصات بزاف كاع. ولينا نجيبوا السلعه كنلوحوا فيها النص ونبيعوا النص، هادشي اللي كاين. الناس اللي ما عندهمش رواتب مستقره وداك الشيء الله يكون في العون، والدليل على ذلك ان السلع متوفره بكثره ولكن اللي يشري ما كاينش. ضعف الادخار عند المغاربة في ظل جائحة كورونا تفسره أرقام وإحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، كما تشرحه الدراسة الاجتماعية التي تعزي سبب هذا الانكماش للظروف الاقتصادية الصعبة. مستوى الادخار وشكل الادخار تراجع ليس فقط على مستوى الأسر التي تعيش يعني من مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الغير المهيكلة، ولكن حتى بالنسبة للأسر التي تعتمد يعني في نشاطها الاقتصادي الرسمي، منهم مثلا الموظفين. وفي انتظار التصدي للجائحة وعودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده وبالتالي انتعاش القدرة الشرائية والادخار من جديد، يظل الرواج الاقتصادي الداخلي خجولا وبعيدا من حيث الأرقام عن مستواه قبل الجائحة. في موضوع آخر، ربما لا تعرفون أطفال الفينيل، هم أطفال يحملون اسم مرض نادر ومعروف بكلفته المالية المرتفعة. هذه الشريحة من الأطفال استفادت من دعم عبارة عن مواد غذائية خاصة قادمة من الولايات المتحدة. الجمعية المغربية لإنقاذ أطفال الفينيل استقبلت هذه المساعدات من أمريكا وتعمل على توزيعها على عموم الأطفال المصابين بالمغرب. الروبورتاج بين العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة الرباط، من إعداد جادة بردان والميلودي زين الدين. اكتوت بلهيب المعاناة ليغوص خيالها مع قريناتها في بلدها الأم، اللواتي يعاني أبناؤهن وأبناتهن مع أعراض مرض الفينيل الباهظ